السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيرة توجدي القوتي ما عندكش مقادير بزاف. هذا الفيديو لك وصفة سهلة تحضري في 10 دقائق. غادي تحتاجي فقط كأس ناقص أسبوع، تقريبا 120 مليلتر ديال الزيت. هنايا تقريبا 100 غرام ديال السكر، يمكن لك تضيفي السكر، انا بغيتها تكون ناقصة. خديت معاها للتنسيم قشور ديال الحامضة، وخديت هنايا بيضة واحدة. اللي خديت منها الصفار غادي نديرو في العجين، والبياض غادي نحتفظ به جانبا للتزيين. غادي نحتاجو ايضا 200 غرام ديال الزبده اللي تكون في درجه حراره الغرفه. وغادي نخلط المقادير كلهم مع بعضياتهم حتى كينسجموا ليا ونحس بالسكر راه داب. يمكن لك ديريها في الخلاط اليدوي، انا ما احتاجيتش، يعني الزبده راه ملي كتكون في درجه حراره الغرفه راه هكا تجيك ساهله في الخدمه. ضفت ليها الدقيق، وغادي نضيفو ايضا ملعقه زائد نصف ملعقه من الخميره، تقريبا ما يعادل 7 غرام. 7 غرام كافيه. الخميره كتبقى اختياريه، الوصفه كاساس ما فيهاش خميره نهائيا. غادي نشرح لكم من بعد علاش. هنا الدقيق خدات معايا 350، ولكن الدقيق كيبقى حسب النوعيه. بقيت تضيفي الدقيق حتى تبان لك القوام ديال العجين اللي كتشوفيه في الفيديو. للتزيين احتاجيت هنايا كاوكاو اللي اولا فول سوداني اللي طحنته وهو مازال خضر بالقشور ديالو. كنبقى نضرب طحانه ونطفي. يعني ما خصكش تبقاي طحني من البدايه حتى الاخر، ضروري تطحني شويه وتوقفيها، طحني شويه وتوقفيها باش كيجيك مهرمش وما كيضيعش منه بزاف، ما كتجيش فيه ديك الغبره بزاف. هنا خديت العجين ديالي، من احسن دخلها الثلاجه حيت العجينه كلها اللي فيها الزبده الا دخلتيها الثلاجه كتساعدك في الخدمه. حطيتها مباشره في الطاوه اللي يعني تقريبا العبار ديالها فيها 34 على 30 سنتيمتر، ورق ديال الطهي لتحت باش دائما يعني نتفاداو انها تلصق لينا. وهنا البيض اللي كان بقى ليا في الاول، ضفت ليه ملعقتين من الماء وخلطته مزيان حتى انسجم معاه، وكندهن به باش كيعاونني ان هذوك المكسرات اللي غادي نضيف كتثبت مزيان وما كتفتتش ليا من بعد. هنا غادي نقسم العجين الى جزئين، واحد غادي نزينه بالكاوكاو ولا بالفول السوداني. هنا كنوضع في الجوانب كاملين كما كتشوفوا. حطوا كميه لا باس بها باش كتجي ما شاء الله كتجي بنينه هي كثرتي فيها المكسرات. ماشي ديروا رشه خفيفه كما كنديروا في الصابلي. هنا الجهه الثانيه غادي نزينها بالسمسم ولا الجنجلان، هذا اللي كيكون اسود، وكاين غادي نزينها كذلك بهاد شويه الجنجلان اللي كنعرفوا كنا عادي. ومن بعد حتى هي غادي ندوز عليها واحد الضغطه اللي غتكون خفيفه بالمدلك. والطريقه ديال التقطيع غادي تشوفها من بعد. هنا دوزت عليها فقط باش ملي طيب ما يطيحش لي داك الجنجلان وما يضيعش. هنا غادي نقطع غير هاد الجنيبات، من بعد ما غادي نشوف بانني ما محتاجاش وغادي نخليهم. انا بديت كنقطعهم من بعد حبستهم. هادو غادي نديرهم شكل اللي هو طولي بحال المستطيلات، وشكل تاني غادي نديرو مربعات. يمكن لكم ديروا مثلثات، يمكن لكم تقطعوهم بالمقاطع. المهم هذه اسهل طريقه، وانت يمكن لك تشكليها، لا عندك الطوابع يمكن لك تشكليها. هذه يعني اسهل طريقه يمكن لك تخدمي بها. انا كنقطعهم كاملين، ومن بعد كما غادي تشوفوا انا راني حولتهم من حدا بعضياتهم. علاش؟ حيت دايره الخميره. الا ما كنتوش درتو الخميره نهائيا خليوهم كما هما ودخلوهم يطيبوا في الفرن اللي كيكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180. ديما الفران سخنيه، راه الفران كيلعب دور كبير. راه الطريقه ديال الطهي راه كتلعب تقريبا الدور ديال اكثر من 50% في نجاح الحلويات. خليها حتى تحمر، تاخذ هاد الشكيله ديال التحميره كتجي فيها ما نقولش لكم واحد الريحه ديال الحامض مع الريحه ديال الجنجلان ملي كيكون طيب مع ريحه كاوكاو تا هو ملي كيكون يتحمر مع الحلوى كتجي يعني يا سلام. كتجي بسيطه ولكن في المذاق ديالها ما تشبعيش منها. هنا يمكنكم ترافقوها بكويس ديال اتاي. هنا انا درت معاها قهوه بالعشوب، قهوه كتجي خفيفه. البنات اللي بغات الوصفه ديال القهوه تخليها ليا في صندوق الوصف ان شاء الله نشاركها معكم، علاش لا. هنا غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش غيجي. قبل ما نقطع معكم البنات، كان طلب يعني في الفيديوهات، وهذا غادي يبقى حتى نشوف القناه ان شاء الله بفضل الله عز وجل، وان شاء الله بفضل المساهمه ديالكم في التطور ديالها. بارطاجيو، راه البارطاج البنات ولي كومونتير عندهم دور كبير في يعني فاش كيساعدوا الفيديو انه يطلع الناس وحدين اخرين، فاش كيشوف اليوتيوب ان راه الناس اللي كتفرج مهتمه بالمحتوى. شوفوا لي يعني التقرميشه كيفاش دايره مقرمشه، وشوفوا لي من الداخل الهشاشه ديالها كتجي ما نقولش لكم بحال الهيرنيس، كتجي بحال البيمو. يعني في واحد
تذوق واحد النكهه ديال الحلويات ديال الزمان، يعني اللي ما نقدروش نستغناو عليهم. هادو ما تعوضوا من حلوه اللوز لا المعلكه ديال الكركاع لا حتى حاجه. فالفيديو ديالهم الا عجبكم وعرفتوا انه عجبكم كثروا من لي لايك، يعني بغيت هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.